بنات شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. طبعا اليوم اسو خبثت علي، صار لي كم يوم ما شايفتها اني شويه. هاي شغلات العمليه مالتي من صارت بصعوبه يعني اقدر اطلع لانه كبدايه، بس الحمد لله والشكر الامور كلها بخير. فقلت اليوم اروح لهم، اني قررت. فهي ما تدري اليوم راح اروح لهم، دزت لي مقاطع فيديو ماما بدها تطبخ اليوم مسويه ثواب. فدزت لي مقطع فيديو قالت لي شوفي براء الاكل مسوي ماما كنم، تمن كنم اكيد تعرفوه. مو الكل يسوي طبعا، فقلت لها راح اجي، حمستني حتى اجي. فبيها بالله راح اروح اكل تمن كنم. دزت لي مقاطع فيديو هسه راح اخلي لكم اياها تشوفوها. ماما شلون بدها تسوي وبدها تطبخها. فان شاء الله راح نروح واشوف اذا قدرت تجي وياي، لانه هي بدها تساعد ماما، شفتها بالتصوير. اذا قدرت تجي وياي اريد اروح اشوف برده للغرفه، اغير هذه اللي تشوفوها فوق، هاي اللون هذا اللي على زراك، اريد اجيب غير لون. بالسجاده الله يرحمه. ده ننتظرك يا خاينه. هذا كلم اي كلم مو بوتيتا بنات، عبالكم بوتيتا مسدوده، ترى هو مو بوتيتا مسدود. هاي خلصتي؟ صح احنا حكينا عليك هسه قبل دقيقتين. توني هدرته وغطيته. بس من طبيخ شميت ريحة من عنبر. هو اخو العنبر. لا صدق. ابن خالته عوام اثنين وجابت المره واحده عنبر واحد بسمتي. لا بسمتي. والله ريحة عنبر. ما اعرف. خاف مال الحمص والهذا. جوز. وين السوق؟ خل اشوفه طيب. بجيتها وكنا اي مدزيت لك المقطع ده غورك، بس انتي الظاهر كنت مشغوله. بعدني بس باوعت الجدر قلت اركب جيتي وحده ترى ماكو جهاز. خطيه برامج في البيت تفاعل المتى كله. اي تعبت كله شوفوها برامج. وكيكم اني ماما قاعده تطبخ برا وانا لزمت البيت كله كفيته. نظفت وخليت المعدات هنا. منو؟ هاني متأكدة من كلامك؟ هسه ظهري طبخت. انت مو قاعد شاهد؟ بعمر وين شاهد؟ ماما لبسني. جيتي تاكل مروان. حتى حطيه بعين شلون تعبان، ساعدني سودة علي. شنو حبيبي؟ اكلت نص الاكل برا، اكلت نص التمام. جتي عصب واني تعبت يعني ماما، جتي عصب. هنا مطيب طلع. هاي شنو؟ شوف ذيك ولا مشيت لها قاعده؟ ما بيسمع لا شو اسمه؟ شو اسوي؟ الصينيه الزوينه بس شكر ما يصير شكر. لا خلي كله لا ديره. مو خاف ما من هذا. لا والله ديره. راح ادب هناك في السم. اي صح اسم هناك اسم قصدك شو اسمه صح. وقسموا لك. هاك دير بالك سخان. هذا يسخن. وبعد جيبيها صينيه اللحم الثانيه، جيبيها على لا هي هذيك الصينيه الثانيه خليها لهذا. ماما وحده كافيه هيك غير. هو شوف الماعين. هيك تمام. وانت تمام السوق؟ ها حلو مرتب خوش معه. هذا تعرفون يطلع على ام بي سي. هالكبره وفاتح حلقه هالكبره هيك حتى بيتم وضعها. حلو. عندهم ما شغلات هواي حلوه ذولا، كل شوي شغلات حلوه. هسه احنا راح نروح على اريد بس اوصي على برده من هوم سنتر، بس انطيهم القياسات وهسه تريد تشتري كم شغله محتاجه. اي والله درد اشتري ملابس. بكي تلقى لي شيء عاجبني داخل فد شيء على سواد يعني. بس ما اعرف راح نروح. ليش اسود؟ اريد اني عاجبني كوت اسود، ما عندي ابد. ما جبتياش؟ ما عندي. بس الجو ترى مو مال كوت، بس هناك يفيدك. لا هناك يفيدني، انا مو على مود هناك. اي هناك يفيدك، الجو بعد بارد. وين يلا يكسر. قلت البارحه كانت تقول لي عذرا نزل الثلج. ايه لا بشهر السادس يمكن يكسر تركيا، خامس السادس. اي 15 تركيا هالسنه رمضان بارده زين. اي حلو. اي طبعا والاذان يصير شوي من وقت. اي رمضان، بس اجواء رمضان بتركيا مو حلوه. هدوء هنا حلو ورا الفطور. مصيبه. ماكو حتى شيء ورا الفطور هناك، سبات.
هنا ليش مثل الكنافة رمضان؟ وزنود الست مدرسة. كان برمضان حلو هنا شهر كنافة كامل وزنود، بقيته. أهم شي كنافة وزنود أهم شي الست. كنافة وزنود الست. لا هنا أجواء رمضان حلوة، الناس ورا الفطور تطلع أي تحسون حلوة. الليل طويل. حلوة طاولة. ناكل فرشات. هذا يتخلى شلون الكونسور، شلون الميز. ايه هذا بتول عجبها، قالت لي خذيه للقعدة مالتك. هذا اي هذا قالت لي حلو. حلو، هم حلو مو؟ اي بس ذاك أفضل من ناحية الطقس. هذا لأنه خشب. صاج مو صح اي يتضرر. اي ذاك مطري. هذاك مطعم. هيك يصيحوا له خوص. اي عافية. اي انتوا تشوفين الفرشات ولا نصعد فوق؟ حلوة ذني. حلو. نصعد فوق؟ بدي اصعد ما تتخيل نفسي لعب الناس. اكو ناس تحبهن. لا مني عافية، لا اي اكو راحة. ناس يصيحون الملكيات. يا ملكياتي معودة. اني هم ما احبهن. أبى قاعدة ببيتي. انا ما احبهن، احب هسه المودرن. ليس الصالة مالتش هاي. لا كآبة. شو الكآبة؟ اي هذا كآبة. الكرسي. هذاك مالتك الميز. اي شفتي؟ هذا شنو؟ الكرسي بشدة. هذا الكرسي؟ لا بس هو ترى جامعين بين المودرن وبين الكلاسيك، يعني باعي هذا الموديل فوتي 510 الوحدة برو. هاي اي باعي لو يعطيني اياها. باعي هذا الموديل هسه الكلاسيك، وعندك هاي الفكرة مسويها مال المودرن ماخذيها. اشتريتيها على بيتك الجديد ان شاء الله. تعال شوفي البردات. باعي انا اخذت ذني، يا قماش اخذت. اني برداتي ذني اخذت هذا اللون، يمكن لو هذا، لا هذا اللون وهذا اللون. النزله هسه النزله اريد اغيرها. ليش حتى اخذيها؟ تغيير ما ادري، اشوف واحد من هاي الالوان. هسه احنا كان عندنا هذا السمائي. تريدين لون لو تريدين هيك. يعني قصدك مشجر هيجي؟ لا فاقع. عادي ما عندي مشكله، المهم اغير هي هاي النزله. شوف بالنسبة للبيج الوردي ما يقعد وياه، مو حلو. صدق؟ طبعا ليش حلو؟ البيج مو حلو يا الوردي. صدق؟ تماما نشاز. ناخذ وردي وسخ؟ خطأ، أكبر خطأ. حطينا واحد بصوت ثاني كلش نشاز. لا ناخذ هذا البرتقالي. البيج يرهم وياه. والله برتقالي. هذا البيج يرهم وياه الخردلي اللي أنا لابسة الألوان اثنين. اي حلو الخردلي، تغيير. الخردلي انا ما عندي مشكله ما دام هي نزله بسيطه فما راح تاثر. تحط البرتقالي عليه رهيب. هو اني شو دا افكر بالبرتقالي، البرتقالي حلو لان هي نزله تغيير. والخردلي جنن. هم حلو. هذا جدا. لا يوم الخميس تجين تستلميها. يوم الخميس تمام. ان شاء الله. استلام معرض المنصر، تجي من جوا من كاشير. اوكي تمام. قطعة واحدة 3 مترات. تمام. هسه هاي انطيهم اياه جوا. هاي جوا على الكاشير. اوكي تسلم. هذا حلو والله، حلو كلش حلو. هذا حلو اخذه كيف؟ يعني شوي مقفل، احس انه انت وايد ترغبين مقفل. شو حلو. وايد تشترين مقفل ها؟ هو هذا الموجود بالسوق. هذا توبي. مكتوب. هذا هم حلو الجوز. هذا لونه كلش رائع. هذا حلو. هذا ويا البرده ما البرده. هذا وين البردة لبسه برتقالي. اذا وين بردة عوزتي- جديدة. بس حلو باعي اذا عوزتي بس يقلبوا يحط على الجبهه يطلع شو وجه مخده. حلو. يفيد الوجه المخدة صدق. داي شرفه. لا ليش مشغلينها او مثلج؟ مشغل البنكة. اي عشو تريدين؟ طوله كل زين. حلو. كلش حلو اصلا. والله كلش حلو. بعد جواز قد واس وش عبالك؟ هاي من الكوتات تصير كبيرة. كلش حلو. طوله جنن. ايش من لفه؟ بدل الحلا يعني فوقها هم ورطة، هم وصلوها للبيت وهم اشتروا لها. خوش ورطاي، صعدي منها تاكسي وروحي لبيتكم. مو ورطاي زعلت. طبعا هسه رجعت على البيت وحبيت اشوفكم العنايه بالبشره شنو اني استخدم. طريقتي اللي هي اعتني بيها ببشرتي. اجتني رسائل هم على الانستغرام انه براء ايش تستخدمين خلال فتره الحمل، لانه عاده فتره الحمل يصير شويه جفاف بالبشره اكثر من المعتاد. فسألتوني انه شنو استخدم. اني صراحة هذه المنتجات استخدمها بالحمل ويعني بدون حمل اني استخدمها، لانه اكو بشرة تكون دهنية، اكو جافة، اكو مختلطة. بالنسبة لي اني بشرتي كلش جافة، مو بس جافة، كلش جافة. زين. فيعني اذا اغسل وجهي بالصابون او باي سائل لازم مباشرة، يعني شلون واحد ينشف وجهه، يعني لازم اخلي كريم مرطب، لازم. يعني هي كل بشرة وطبيعتها.
فاني استخدم هذولا صراحه اللي اراويكم اياهم المنتجات. طبعا هم اني مراويت لكم اياهم قبل من بيج لانا، اخذهم واخذ وياهم زيت مال الشعر، هم نفس المنتجات. طبعا هنا انا حبيت اراويكم اياهن عن قرب حتى تاخذونهن سكرين اذا حابين تطلبون هذه المجموعه. الصابونه تجيكم هديه. وهذا هنا عندنا العبوه القديمه، هذا كان شكلها بالسابق وهسه غيروها لهذه العبوه. طبعا تفاصيل كاتبيها عليها، هذه هنا كاتبيها على العلبه من الخارج. طبعا تغيرت فقط العلبه ونضاف فيتامين سي. هذا الزيت عن تجربة أني سبق ومراويتكم إياه على الانستغرام بيج لانا، هذا البيج مالتهم تمام. هسه أنا راح أخلي لكم التفاصيل كلها بصندوق الوصف بالتعليق المثبت. طبعا هو أول شيء يطول الشعر. إذا عندكم أماكن يوقع بها الشعر مالتكم، مقدمة الشعر أو أماكن بها صلع، هو راح يفيدكم بإنبات الشعر كلش، راح يفيدكم لأنه هذه زيوت طبيعية 100%. نتائج مالته والفوائد مالته شنية؟ طبعا أول شيء تطويل الشعر، تكثيف وتقوية الشعر، انبات الشعر. عندكم قلت لكم المكان اللي بيصلع ينبته، واذا كان عندكم تساقط راح يتوقف عندكم التساقط، واذا عندكم قشرة هم راح يفيدكم للقشرة اللي عندهم يعانون هواية من القشرة بالفروة مال الراس. وعندكم هم نفس الشيء انه ينطي هو لمعان ونعومة تجنن، هاي مشهود لها اللمعان والنعومة تخبل مال هذا الزيت بنات يتجنن. يعني بالنسبة لي نمبر 1 يعني النعومة اللي ينطيها واللمعان يجنن. تمام. طبعا اول شيء شنو نسوي؟ نغسل وجهنا بالصابونه. انا هسه غسلت وجهي كله، يعني لازم وجهي يكون نظيف قبل ما نخلي الكريم. طبعا هذا الكريم اللي هو الكريم القديم انا مستخدمته، هذا خلصان عندي، العلبه فارغه مالته. هسه العلبه الجديده اللي هي هذه عادي اذا طلبتوا دزولكم اياه بهاي العلبه، هو نفسه هذا بنات، بس مجرد غيروا العلبة وضافوا له فيتامين سي، كان فقط تغيير بس العبوة. الكتابة نفسها هذه تشوفون. طبعا هو هذا كريم تبييض البشرة، يعالج الكلف والنمش وحب الشباب والتصبغات والتجاعيد، ويرطب البشرة بشكل مو طبيعي يجنن بنات. طبعا الطريقة اللي تخلوها بيه انه مجرد بس الوجه اهم شيء يكون نظيف. طبعا يتخلى على الوجه بهذا الشكل، شوفوا توزعوه، اهم شيء وجهكم مغسلين ونظيف. هسه خلاص تعوفوا بهذا الشكل، بس تمتص البشره مالتكم وتروحون تنامون. ثاني يوم الصبح تغسلون وجهكم بالصابونه هذه. طبعا هاي الصابونه تجيكم هديه من نفس البيج لانا. طبعا شنو الصابونه تغسلون بها قبل وبعد، يعني تفاصيل كلها بصندوق الوصف راح تلقوها وبالتعليق المثبت، وان شاء الله تستفادون من عنده. واكيد انا متاكده راح تحبون هذا المنتج لانه بنات يجنن فعلا، سعره مناسب وانصحكم به عن تجربه يخبل. لازم تجربوه لانه ينطيكم نشفة رطوبه ولمعان للبشره. تشوفون انتم بشرتي اني بالنسبه لي دائما استخدمه. والمنتج مالتهم الثاني هم مره صورت لكم اياه، يكون الغطاء مالته الذهبي، هم منتجاتهم تخبل. فراح اسوي لكم ستوري هم على الانستغرام راح تلقوه، وان شاء الله تجربوه وتحبوه. احبكم كل شوي، تصبحون على خير، باي باي.